وصفتنا لليوم وصفة رمضانية طيبة وهي كرات البطاطا. خلينا نشوف المقادير. بداية رح نسلق كيلو من البطاطا، رح نقطعها ونسلقها، نضيف عليها شوي من المي ونتركها لحتى تطرى حبة البطاطا. ما بدنا البطاطا تكون طرية كتير معانا لحتى تساعدنا بتشكيلها. رح نضيف عليها المي ورح نتركها تقريبا من ربع لثلث ساعة. وأول ما نحس إنه البطاطا صارت معنا طرية رح نصفيها من المي لحتى تساعدنا بتشكيلها. ما بدنا البطاطا تكون طرية معنا كتير. بجات ضفنا البطاطا، رح نضيف عليهم معلقة كبيرة من الزبدة، رح نهرسها مع البطاطا، ورح نضيف عليها رشة خفيفة من بودرة الثوم ومعلقة كبيرة من البابريكا. ممكن نضيف البابريكا الحارة أو البابريكا الحلوة، ورشة خفيفة من الفلفل الأسود. رح نهرس البطاطا بهذا الشكل لحتى نتخلص من التكتلات الموجودة بالبطاطا. رح أضيف 3 معالق كبار من الطحين لحتى تساعد البطاطا إنها تتماسك، وأثناء القليها بالزيت ما تفرط معنا حبة البطاطا. وهلأ رح نحضر للحشوة. رح نفرم بصلة فرم ناعم ورح نقلبهم على النار. رح نضيف شوية زيت بالقلاي ونضيف البصلة ونقلبها لحتى تتدبل. بس تتدبل عنا البصلة رح نضيف اللحم المفرومة. رح نقلب البصلة مع اللحم المفرومة. أنا ضفت تقريبا نص كيلو من اللحم المفرومة، ممكن نقلل منها شوي على حسب كمية البطاطا اللي انت سالقتيها. رح نضيف عليها من المطيبات رشة فلفل أسود، ورح نضيف البهارات المشكلة أو البهارات السبعة، ورشة ملح، الملح على حسب الرغبة. رح نضيف البهارات السبعة، وهيك ضفنا جميع المطيبات. رح نقلب اللحمة منيح لحتى تستوي معانا وتنشف ميتها. رح ضفت نص حبة فليفلة حمراء ونص صفرة فرم ناعم، ضفتهم مع اللحمة. رح نقلبهم مع بعض لحهم على نار هادية لمدة 10 دقايق. رح أضيف نص كوب من الذرة، وهيك الحشوة صارت عنا جاهزة. رح نطفي النار تحتيها ونتركها على جنب لحتى نحضر لتغطية البطاطا. رح أضيف بيضتين كاملين بحرارة الغرفة، ورشة خفيفة من الفانيلا، وربع كوباية من الحليب بحرارة الغرفة. رح أحرك البيض والحليب مع بعض لحتى أتأكد إنه اندمجوا. بعد هيك رح أضيف عليهم نص كوباية من الطحين متعدد الاستعمالات. إضافة الطحين مع الحليب والبيض بيمسك حبة البطاطا أثناء قليها، وبتكون الحبة عنا متماسكة، فلازم إضافة الطحين. رح نضيف عليهم معلقتين من النشا. النشا بيعطي البطاطا قرمشة أثناء القلي. رح نحرك النشا مع الحليب، وهيك الخلطة صارت عنا جاهزة مثل ما انتو شايفين، مثل هذا القوام اللي بدنا اياه. راح اضيف شوي من جبنة الموزاريلا مع الحشوة، ورح نبلش بتشكيل حبات البطاطا. راح اخد شوي من البطاطا المهروسة، راح اعملها على شكل دائري، وراح اعمل فيها حفرة صغيرة. راح اضيف الحشوة عليها وراح اسكرها تماما من جميع الجهات. بعد ما نتأكد انه تسكرت من جميع الجهات راح اعملها على شكل دائري او على شكل طابة،
ورح أضيفها على الطحين والحليب. رح أتأكد حبة البطاطا إنها تجربت بالحليب والطحين من جميع الجهات. آخر خطوة رح أضيفها على الكورن فليكس المطحون. بس أخلص الكمية كاملة رح أحط الكرات البطاطا تقريبا نص ساعة لحتى تتماسك قبل ما نقليها وننزلها بالزيت. خطوة تدخيل البطاطا بالثلاجة لمدة نص ساعة الخطوة كتير ضرورية. وهذه حبات البطاطا بعد ما قليناها. وهذه وصفتنا لليوم. إذا حبيتوا وصفتي لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس.